النهاردة هنعمل مقارنة بين أخطر كائنات البحر. في كائن عايش تحت المية شكله لوحده يخليك تقفل الفيديو فورا. يعني تصدق إن في سمكة تقدر تاكل فريسة كاملة ضعف حجمها من غير ما تتحرك من مكانها. هنعرف مين منهم خطر على الإنسان وإزاي ممكن تنجو لو قابلت واحد منهم، وهنكتشف كمان ليه أكبر وحش في البحر مش شرط يكون أطولهم. أهلا بيك في كيف تنجو. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ رحلتنا. في أعماق البحر مستخبي في الضلمة واحد من أقبح وأسوأ الكائنات اللي ممكن تشوفها، أنجلر فيش، بفم ضخم مليان أسنان حاد وعيون صغيرة وزعانف مدببة. السمكة دي كابوس حقيقي تحت المية. سمكة الأنجلر من أخطر مفترسات أعماق البحر، ومشهورة بالضوء اللي بيطلع منها، نور بتستخدمه كطعم عشان تخدع الفريسة وسط الضلمة الكاملة. بتاكل أي حاجة تقدر تمسكها، الجمبري، القواقع، وأسماك أصغر منها وأسماك أكبر عادي مش فارقة. وبسبب فمها الكبير وجسمها المرن تقدر تهاجم فريسة ضعف حجمها زي الأخطبوط وسلاحف البحر. بس رغم شكلها المرعب، البشر مش ضمن الأكل المفضل بتاعها. ومع إن الإناث ممكن توصل لطول متر، سمكة الأنجلر تعتبر أصغر كائن في الليستة دي. تعال بقى ننتقل لكائن لو عرفته مش هتكون حابب إن أنت تشوفه وش لوش تاني. القرش الأبيض العملاق هو المفترس رقم واحد في المحيط. أكبر واحد اتسجل كان طوله قريب من 7 متر. النوع ده غالبا بيتواجد في المناطق الساحلية في المناخات المعتدلة والاستوائية في أنحاء العالم. مشهور بفكه القوي المليان صفوف من الأسنان الحادة زي السكاكين. ورغم إن هجمات القروش على البشر نادرة، إلا إن حجمه الضخم وطبيعته كمفترس بيخلوه خطر محتمل. لو ناوي تنزل تعوم في أماكن معروفة بنشاط القروش مفيش مشكلة، بس خليك دايما في مجموعة وابعد عن الأماكن اللي فيها أسماك طعم أو فقمات عشان تقلل فرص المواجهة بينك وبينه. أو ببساطة خليك فوق المركب اللي هتطلع عليها. ولو لا قدر الله قابلت قرش، المهم جدا تفضل هادي وما تعملش حركات مفاجئة. ارجع ببطء وثبات وانت محافظ على التواصل البصري. لو حصل هجوم اضرب في الأماكن الحساسة زي العينين أو الخياشيم. ننتقل بقى للمنترية العملاقة بجناحين عرضهم ممكن يوصل ل 8.8 متر. الكائنات دي مهيبة وجميلة وبتسبح بانسيابية في المياه الدافية الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي بتتغذى على العوالق البحرية. ورغم حجمها الضخم، المانتاري مش بتحاول تأذي أو تاكل البشر. لكن قريبها الأصغر الستينجري أو اللخمة عنده شوكة سامة في ديله بيستخدمها للدفاع وممكن تسبب إصابات مؤلمة جدا. وده بالظبط اللي أدى لوفاة الأسطورة ستيف إيروين صياد التماسيح الشهير. وعشان تتفادى مواجهة مؤلمة مع الستينجري وانت ماشي في المية الضحلة، اسحب رجليك على الرمل وما تدوسش بخطوة مفاجئة. الحركة دي اسمها ستينجري شافل، بتنبههم بوجودك فيهربوا بعيد. صدقني انت مش عايز تدوس على واحدة من دول. اللي جاي بقى هو الأخطبوط العملاق في المحيط الهادي. كائن ذكي جدا وطول دراعاته ممكن يوصل ل9 متر ووزنه بيقرب من 272 كيلو. الأخطبوطات دي معروفة بذكائها العالي وقدرتها على حل المشاكل وحبها للاستكشاف. بتعيش في المياه الباردة الغنية بالغذاء في المحيط الهادي من شمال المحيط لحد اليابان. اتشافوا قبل كده وهما بيستخدموا أدوات وبيعدوا متاهات معقدة وبيغيروا لونهم عشان يندمجوا تماما مع البيئة اللي حواليهم. ورغم شكلهم المخيف هما بطبيعتهم انطوائيين وبيفضلوا يبعدوا عن البشر. بس لو قربت زيادة عن اللزوم ممكن تاخد نفخة حبر في وشك، أو الأسوأ عضتهم المسممة، مع إن الأغلب إنه يهرب الأول. ولو حصلت مواجهة قريبة أفضل تصرف إنك تفضل هادي وتحاول تفك دراعاته عنك بهدوء من غير حركات مفاجئة. الحوت الأزرق هو ملك المحيطات بلا منازع. أكبر كائن على كوكب الأرض، طوله ممكن يوصل ل 33 متر ووزنه بيقرب من 200 طن. الحيتان الزرقاء موجودة في كل محيطات العالم ما عدا القطب الشمالي. غالبا بتمشي لوحدها أو في أزواج، وأحيانا نادرة جدا بتتحرك في مجموعات صغيرة. العمالقة الهادية دول بياكلوا كميات مهولة من الكريل، ومعاها أحيانا سمك صغير أو قشريات بتدخل بالغلط في الأكل. واحتمال إن حوت أزرق يبلع إنسان ضعيفة جدا علشان هو بيعتمد على التصفية مش الافتراس، ولو حصل هيكون بالصدفة مش أكتر. زي اللي حصل مع واحد اسمه مايكل باكر سنة 2021، الغواص اللي كان عنده 56 سنة وكان بيدور على جراد البحر. فجأة حس بدفعة قوية جدا وكل حاجة ضلمت حواليه، وبعد 30 ثانية رعب
طلع حوت أحدب على السطح وبصقه بره من غير ما يتصاب. زي الحوت الأزرق، الحوت الأحدب بيستخدم صفائح البالين عشان يفلتر المية ويمسك الكريل جواه، ملهمش أي اهتمام بفريسة كبيرة ولا عندهم أسنان يقدروا يعضوا بيها أصلا. بس لو اللي كان هناك أوركا، القصة دي ممكن تنتهي بنهاية مأساوية. قنديل البحر أو الجيلي فيش. وبكده نخلص الليستة، بس ما ينفعش من غير ذكر شرفي العملاق مرعب تاني في عالم البحار، لاينز مين جيلي فيش. الكائن ده طول المدهش يدخله دايركت في قائمة عمالقة المحيط. الجرس بتاعه ممكن يوصل لأكتر من 2 متر في القطر، واللوامس بتاعته ممكن تمتد لحد 36 متر، أطول حتى من الحوت الأزرق نفسه. قنديل البحر ده بيعيش غالبا في المياه الباردة زي القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادي. ولو فاكر ان اللوامس دي شكل وبس تبقى غلطان، هي مليانة خلايا سامة اسمها نيماتوسيست، خلايا دقيقة فيها شوك وحقن سامة. اللسعة بتاعته ممكن تسبب ألم شديد واحمرار وتقلصات عضلية. لو اتلسعت منه اغسل المكان بالخل علشان تعادل السم، وشيل أي لوامس بملقاط، وبعدها حط كمادات سخنة عشان تخفف الألم، أو الأحسن حط رجلك في حمام مية سخنة. ولو الأعراض زادت زي غثيان شديد أو تورم أو صعوبة في التنفس، روح للمستشفى فورا. لو وصلت لحد هنا فأنت جاهز للنجاة. ما تنساش اللايك والاشتراك واستعد للي جاي.